السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بصحة وعافية. راح نتحدث اليوم عن طلاب الخارجي. طبعا وراح أجاوب على الأسئلة الطلاب اللي وصلتني بالتعليقات، وأحاول أمر على أغلب الأسئلة اللي جتني. فاللي عنده سؤال وحابب يسأل يطرح سؤاله بالكومنتات، وإن شاء الله أنا بالفيديو الجاي أحاول أعلق على أغلب الفيديو أو أغلب التعليقات، أحاول أرد عليها. طبعا التعليق الأول من شخص يقول: أستاذ، مرحبا أستاذ، سؤال: هل المواد الثالث الخارجي نفس مواد الثالث متوسط؟ يعني أقدر أدرس بكتب الثالث متوسط للخارجي؟ أتمنى الرد وشكرا. طبعا مواد الثالث متوسط وحتى السادس ابتدائي وحتى السادس إعدادي نفس المواد، يعني بالمدرسة نفسهن مواد الخارجي. لذلك عادي، يعني الطالب اللي يريد مثل يقرأ أو يعتمد على مثل ملازم أو كتب أخوه أو صديقه، عادي، يعني ماكو فد إشكال، لأن نفس الأسئلة تجي بالامتحان النهائي الوزاري، وكذلك الامتحان التمهيدي يكون نفس مطابق لنفس المنهج الدراسي اللي يدرسه. طبعا هواي طلاب هنا بالتعليقات جاي يطالبون بإلغاء سنوات الانتظار، واحنا نأيد بهذا الشيء هواي. يعني هسه جاي اشوف كثير من التعليقات الطلبة تطالب بإلغاء سنوات الانتظار. يعني آخر قرار صدر بخصوص سنوات الانتظار هو العمر 28 سنة بالنسبة للطلبة اللي يعني الثالث متوسط أو السادس إعدادي، وبالنسبة للسادس ابتدائي العمر 24 سنة. يعني هذا آخر قرار اللي توصلوا له بوزارة التربية، بس لحد الآن ما صدر قرار رسمي ونهائي بهذا الخصوص. يعني جاي أشوف كثير من التعليقات بهذا الخصوص. سؤال يعني من زميلتنا رفل: يعني أنا كنت تجارة، من أقدم لازم أقدم تجارة لو علمي يقبلوني عادي؟ هي البنية كانت تجارة وتريد تقدم، يعني شلون تقدم؟ يعني تقول حسب صيغة سؤالها لازم أقدم تجارة لو علمي يقبلوني عادي. هي كانت تجارة، لذلك بالنسبة للامتحان الخارجي لازم يقيسون على شهادة الثالث متوسط إذا أرادوا يقبلونها علمي، فلازم تراجع مديرية التربية بهذا الخصوص. والسؤال هذا من صديقنا يونس أحمد: السلام عليكم، أنا العام امتحنت خارجي ورسبت، يصير أقدم هاي السنة لو إلا انتظر سنتين إذا ممكن الجواب؟ طبعا هاي الأمور ما لها قرارات ثابتة، يعني كل سنة تصدر قرار خاص بسنتها، لذلك لازم تراجع القوانين الخاصة بكل سنة. يعني أنت مثلا السنة ذات تريد تقدم لازم تراجع القوانين الخاصة بهذه السنة. طبعا احنا تحياتنا لاغلب الطلبة اللي جاي يمتحنون حاليا تمهيدي، وتمنياتنا الكبيرة لهم بالنجاح والموفقية. وان شاء الله انا جاي انزل فيديوهات وشرح مفصل وملخصات وتأشيرات للملازم او للمرشحات، وكذلك للأسئلة الوزارية اللي تصدر بعد الامتحان والأجوبة النموذجية. فلذلك تابعوا القناة ولا تنسوا الاشتراك، لأن هاي كلش مفيدة لكم حتى تطلعون على المعلومات أول بأول. السؤال من عامر الحيدري: السلام عليكم أخي الكريم، سؤال: إذا نجحت من الثالث متوسط شلون أقدم على السادس؟ يعني السؤال هو مبهم، يعني أنت ما محدد أنه أنت تنجح من الثالث متوسط خارجي أو من المدرسة، بس إذا قصدك خارجي لازم تنتظر 3 سنوات حتى تقدم على السادس إعدادي. هواي طلاب جاي أقرأ بالتعليقات معترضين على وزير التربية بخصوص سنوات الانتظار. سؤال: هذا السؤال من يعني ما معروف الاسم غريب. يقول: أنا مواليد 95، يعني والله ظلم أنتظر 2 سنة، شقد أبقى بالعمر؟ طبعا الأخ هنا مواليد 95 وما يقدر ينتظر هاي الفترة. تمنياتنا إن شاء الله إلى بالتوفيق، وإن شاء الله يصدر قرارات أو يصدر قرار إلغاء سنوات الانتظار. سؤال من زميلتنا تقول: السلام عليكم، أنا بنية متخرجة من السادس إعدادي علمي وخلصت جامعة، بس حاليا أريد أرجع أدرس سادس خارجي. من أرجع لازم أحول من السادس علمي إلى أدبي لو عادي أبقى على فرعي اللي هو علمي؟ طبعا لحد الآن أو لحد الآن هاي القرارات اللي تصدر كل سنة إنه عادي الطالب، يعني مثلا هو علمي
ويريد يمتحن خارجي علمي ماكو أي إشكال، إلا إذا نزل قرار تحديث يعني يلغي هذا القرار. السؤال من زميلتنا أميرة الهدوء، تقول مواليد 2005 أن قبل تاركة من 2019، يعني هي مواليد 2005 وما محددة بأي صف، لذلك لازم تحددين يا أختنا. إذا تقصدين إنه سادس ابتدائي فأعتقد تنقبلين، لأن أنت عمرك صار أكثر من 18 سنة، ومن ضمن الشروط إنه 18 سنة. سؤال من زميلنا يعني اسمه أحرف متعددة جي 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 إكس يو. أستاذ فدوى رد أنا طالبة، يعني هاي طلعت طالبة وليست طالب. أنا طالبة مسائي وما قبلون السنة، وقالوا يحق لش تمتحنين خارجي بدون ما تنتظرين 3 سنوات، صح هالشي؟ يعني هي طالبة مسائي وما قبلوها السنة، وقالوا يحق لش تمتحنين خارجي، يعني لازم شنو؟ لازم تنتظرين، أو لازم ترسبين 2 سنين بالمسائي، ما يصير مباشرة، يعني لازم على الأقل 2 سنين رسوب أو 3 سنوات تركين. سؤال من زميلنا حمودي، أستاذ بالنسبة للخارجي امتحانات التمهيدي الكتب كلها داخلة لو حسب الحذوفات نقراهن؟ طبعا لحد الآن وزارة التربية أو وزارة التربية قراراتها ما ثابتة بهذا الشيء، ولكن بالنسبة للحذوفات تعاملون معاملة الطالب العادي، إلا إذا نزل يعني شيء أو تبليغ خاص بكم. عافية، منو عنده معلومة أنا متخرجة؟ يعني هذا السؤال من صديقتنا صدفت العمر أو صدفت عمر. المهم عافية، منو عنده معلومة أنا متخرجة وهسه أريد أحول علمي، شلون أقدم؟ طبعا لازم تراجعين مديرية التربية، لأن هي هاي المعلومات اللي يمهم تملينها. هذا السؤال من صديقنا عبس، أنا مواليد 2008 وتارك سادس ابتدائي، وصار لي سنة من تركت السادس، يستحق أدرس خارجي إن شاء الله الرد السريع. يعني يحق لي، المفروض السؤال يكون هنا يحق لي أدرس خارجي، يعني هو الولد مواليد 2008، فما أعتقد لك حق، يعني لأن أحس أو من خلال 2008 عمرك يصير يطلع أقل من 18 سنة، ولازم من ضمن الشروط 18 سنة. السلام عليكم. طبعا هذا السؤال من زميلنا كرار. السلام عليكم، أنا مواليد 2006، يقبلون إذا أقدم على 3 متوسط، أنا تاركة من 2018، يعني هنا الأخت مسمية اسمها باسم كرار، وهذا الشيء من المواليد 2006 ما أعتقد تنقبلين، لأن من ضمن الشروط أنه 18 سنة للسادس ابتدائي، وهذا عمرك يعني أقل من 18 سنة، فصعب، يعني لازم تنتظرين على السنة الجاية وتشوفين الشروط. هذا السؤال من زميلتنا تيتي أو من تيتي. يا جماعة أنا ثالث ابتدائي، صار لي 9 سنوات تقريبا من تركت، امتحنت كل المواد بس مادة واحدة ما امتحنت بيها وطلعت كمال، ودا يقولون ما يصير أقدم إلا رابع ابتدائي، هذا الكلام صحيح؟ طبعا بالنسبة للامتحان الخارجي يعني لازم انت تارك فترة من الزمن، وما دام انت تاركة 9 سنوات فيصير تمتحنين امتحان خارجي، إلا إذا نزلت قرارات جديدة خاصة بهذه السنة. سأبقى وحيدة. كاتبة كله غلط الحكي، أنا السنة الثانية خارجي، لازم 5 مواد يلا تتأهل للتمهيدي، والاعتراضات ما تنقبل، بس اللي عنده واسطة لا 10 درجات ولا دخول شامل ما ينشملون بأي قرار، والكتاب كله يمتحنونه، مو نفس الصباحي، وما يحذفون كتب، العام ما حذفوا وكلهن امتحنا بيهن، والتهل بيه 5 مواد لازم اللي بربع مواد وعايزة درجتين، يعني 48 ما ينطون، لو يطق راسه بالحائط كلش مظلومين الخارجي. طبعا الأخت هنا يعني عندها هواي كلمات خطأ، فتعذروني على قراءة الكلمات لأن ما مفهوم كلماته، ولكن بالنسبة للطلبة الخارجي يعني شلون، يعني أنا أريد أفهم إنه شلون شلون الأسئلة تختلف، يعني شلون يعني هم يمتحنون سوا حالهم حال العلمي، يعني شنو حالهم حال العلمي والأدبي والمتوسط، الثالث متوسط والسادس ابتدائي، يعني شنو فرقهم؟ شلون تتغير الكتب؟ يعني أنا أشوف كلامك بعيد يعني عن
يعني ما أتوقع أنا هذا الشيء صحيح. بالنسبة لصديقتنا إحنا ملكة، تقول مواليد 2005 يقدرون يمتحنون خارجي على حسب القرارات الجديدة، وتاركة صار 5 سنوات أقدر أقدم على الثالث متوسط. يعني هي مواليد 2005 لذلك راح يطلع عمرها 18 سنة. يقول يعني حسب حكيها إنه تقدر تمتحن خارجي، وأعتقد ما دام تاركة أو ما دام تاركة 5 سنوات فيصير تمتحنين خارجي حالك حال البقية، ولكن شرط تكون عابرة السادس ابتدائي. هنا سؤال من علم النفس: إذا أحد رسب في المساء سنة واحدة يحق له أو يحق لها أن يقدم خارجي؟ يعني هنا ما واضح صيغة السؤال، بس إذا راسب في المساء سنة واحدة ما يحق له يعني. هنا السؤال من زميلنا أحمد، يعني صورة بنية هنا الموجودة: اللي يقدم خارجي وين يمتحن؟ أنا أريد أقدم بس أخاف يخلوني أمتحن بغير محافظة. اللي يعرف وين يمتحنون طلاب السادس خلي يقول لي الله عليكم. طبعا حسب كل محافظة محافظتها، ماكو هيك قرار انه طالب يمتحن بغير محافظة، بس شنو دائما يصير امتحانات الخارجي بمركز المحافظة. يعني مثلا اذا واحد قرى او ارياف لازم يروح للمركز المحافظة على مود الامتحان. هنا تعليقات هواية الطالب بإلغاء سنوات الانتظار. وهنا الزميل أو الزميلة تطالب بالدعوة بالنجاح بالامتحانات الخارجية، طبعا بالموفقية إن شاء الله بالطلبة اللي جاي يمتحنون الامتحانات التمهيدية، وإن شاء الله يدخلون للامتحان الخارجي حتى يضمنون مستقبلهم إن شاء الله. هنا السؤال من كرار محمد: إذا نجحت من الثالث متوسط إلى أي صف أروح؟ طبعا حسب رغبتك يا كرار. يعني اكو طلاب يرجعون يكملون اعدادية وزملائهم الطلبة، واكو طلاب خصوصا اذا كان عمرهم يسمح لهم، واكو طلاب لا ينتظر لل3 سنوات على مود يمتحن سادس خارجي. هنا السؤال من أميرة بابا: السلام عليكم، أنا مواليد 2006 أقدر أقدم على الخارجي؟ طبعا وعليكم السلام أختي الكريمة. انت ما دام مواليد 2006 هاي السنة راح يكون عمرك 17 سنة، اذا السنة القادمة راح يكون 18 سنة. فيصير خصوصا اذا انت محصلة على شهادة السادس ابتدائي اذا ردتي تمتحنين ثالث متوسط، ومحصلة على شهادة الثالث متوسط اذا ردتي تمتحنين سادس اعدادي. هنا السؤال من باكر احلى، يعني هذا السؤال غريب، الاسم غريب. يصير اقدم خارجي بالشهر 12؟ طبعا لازم تحدد عمرك وبيا مرحلة دراسية. يلا اقدر اجاوب عليك صديقنا العزيز. هنا السؤال من زميلتنا: انا تاركة من رابع ابتدائي يعني اقدر ارجع؟ ممكن جواب: هي زميلتنا تاركة من الرابع ابتدائي فيصير تمتحنين سادس ابتدائي عادي، يعني حالك حال الطلبة ماكو فرق عن بقية الطلبة. هنا السؤال من زميلنا سجاد البارون: انا مخلص سادس ب2018 يصير اقدم؟ طبعا زميلنا يعني عادي، يعني يصير تقدم حالك حال بقية الطلبة. ليش ما اعرف ليش يعني صيغة سؤالك انه مستغرب. هنا السؤال من زميلنا، يعني من زميلتنا او زميلنا: زين ايش وقت يبدأ التسجيل وايش وقت ينتهي موعد تاريخ التسجيل؟ طبعا التسجيل يعني يختلف من سنة لسنة، يعني هاي السنة شوية تأخر التسجيل، ولكن السنة القادمة يعني حسب المعلومات اللي واردة انه راح يمتحنون او راح يقدمون الطلبة يعني بنهاية الشهر 12 او بداية الشهر 12. يعني هاي المواعيد تقريبا يعني تغيرات بسيطة تصير بها. هنا سؤال من زميلنا ابن العراق: أنا طالب كلية أدبي أريد أقدم علمي. طبعا زميلنا لازم تراجع مديرية التربية، بس حسب الشروط انه لازم يلغون شهادتك مال الكلية. لذلك اذا انت معتز بشهادتك مال الكلية او انت تريد تكمل كلية، اللي انت حسب تعليقك انه انت طالب، فاذا ردت تكمل كلية فهاي شهادتك راح تلغي. هنا السؤال من زميلنا عبد الله علي: السلام عليكم، التقديم على الدراسة الخارجية التقديم عليها بالشهر 11 بداية الشهر لو بنهاية الشهر؟ طبعا التقديم يختلف من وقت إلى آخر.
يعني من سنة إلى سنة، يعني مثلا هاي آخر سنة تأخر شوية التقديم، ولكن السنة القادمة ما معروف لحد الآن. هاي زميلتنا تقول ادعوا لي أهلي يقبلون أرجع. يعني أنا رسبت سنتين بالرابع إعدادي، يصير هسه أقدم؟ يعني كلش عادي. يعني زميلتنا روان الأمير أو أمير، يعني عادي كلش عادي، ليش ما يصير؟ هنا سؤال من زميلنا أو زميلتنا، طبعا زميلنا كارثة، يقول أنا خريج سادس بس ما داوم متوسطة، شلون راح أروح ثالث؟ لو شلون؟ أتمنى تجاوبني. طبعا أكيد لازم تمتحن امتحان خارجي، ماش يصير قبل، يعني ماكو فد شي إلا إذا ردت تكمل مدرسة. وهنا تعليقات تطالب بإلغاء سنوات الانتظار، وطلاب يطالبون باسترجاع الحذوفات ونظام الكورسات. طبعا كل طالب أمنياته وأهدافه الخاصة، وإن شاء الله أنا جاي أحاول أرد على أكبر عدد ممكن من التعليقات. يعني إن شاء الله أنا جاي أرد على التعليقات كم أول بأول. أنا امتحنت ونجحت من السادس ابتدائي، لا أي صف أروح وامتحن؟ طبعا حسب رغبتك يا صديقي. BTS يعني اكو طلاب يمتحنون او يمتحنون ثالث متوسط خارجي، واكو بيهم لا، يعني يقرر انه يترك انه انه يمتحن او يداوم طبيعي حاله حال بقية الطلبة بالاول متوسط. إن شاء الله في الختام وصلنا إلى ختام فقرتنا اليوم ومعكم بقراءة التعليقات، لأن التعليقات كلش هواي وجاي ما لحق أرد عليها. يعني هسه أغلب التعليقات صار لها 3 أشهر وأنا أحاول أرد عليها، ما أجعل أي واحد من أصدقائنا بدون رد، لأن هؤلاء الأصدقاء غالين علي، ولذلك أنا لا أريد خسارة أي أحد منهم. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة ومشاهدة الفيديو ومشاركته مع أصدقائكم ليصلكم كل ما هو جديد ومدهش إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم.